تعرفوا المصريين القدماء كانوا بيعيشوا ازاي؟ في البداية كانت أرض مصر القديمة عبارة عن نهر النيل، وحواليها أرض خضرة ضيقة وسط الصحراء. كان النيل هو مصدر الحياة الوحيد تقريبا، لأنهم كانوا بيشربوا منه وبيزرعوا حواليه، وكان وسيلة نقلهم بالقوارب. عشان كده كل الحياة عندهم كانت مرتبطة بالنيل. في مصر القديمة ما كانش فيه وظيفة واحدة لكل الناس، لكن كان فيه تقسيم للعمل. أول حاجة الفلاحين، دول كانوا أغلب الناس، وكان شغلهم زراعة القمح والشعير، ري الأرض بمية النيل، حصاد المحاصيل في وقت معين من السنة. ودول كانوا أهم طبقة في المجتمع لأنهم مصدر الأكل. تاني حاجة الحرفيين، ودي ناس كانت بتشتغل بإيديها في حاجات مختلفة، زي صناعة الفخار، صناعة الأدوات من النحاس والبرونز، صناعة الأقمشة والملابس، النجارة وبناء القوارب. ودول كانوا بيعيشوا في القرى والمدن الصغيرة. تالت حاجة كانت البنائين والعمال، دول كانوا بيشتغلوا في بناء المعابد وبناء المقابر والمشاريع الكبيرة زي الأهرامات ونقل الحجارة التقيلة. ودول كان شغلهم شاق جدا، لكنه كان مهم جدا. في فئة تانية بقى كان اسمها الكتاب، دول كانوا بيعرفوا يقروا ويكتبوا الهيروغليفية، كانوا بيحسبوا الضرايب ويسجلوا المحاصيل وينظموا شغل الدولة. ودول كانوا أهم ناس من الدولة. المجتمع هناك بقى كان عامل ازاي؟ كان المجتمع متقسم بشكل واضح بالترتيب: الفرعون الحاكم، ثم الكهنة، ثم الكتاب، وبعدين الحرفيين والفلاحين. ودول كانوا أغلب الشعب. كل طبقة كان ليها دور محدد جدا. المصريين القدماء كانوا بيأمنوا إن كل شخص له دور مقدس في الحياة، يعني حتى الفلاح أو العامل كان مهم جدا لاستمرار الدولة. ودي كانت البداية، ولسه في حكايات كتير.